شركات حتى يزرع له كلية في الأردن، وجمع باع السيارة تقريبا، جمع من هنا ومن هنا 50,000 معه، وراح هو وابوه وواحد من اخوانه. يحدثني رجل من الثقات اللي انا اعرفه، شيخ عمره فوق 60 سنة ويعرف الرجل ده. راحوا للأردن، يوم يشيلون ابوهم على عربية يدفونه، يوم دخلوا المستشفى اللي بيسوي فيه العملية الا في حرمة حاطة ولدها بنتها عفوا، عشان دقة الكلام والقصة، حاطة بنتها في حضنها. قال الشايب لعياله: يا عيالي مروا بي هذا المرأة، وش عندها؟ تسأل: وش عندك يا بنتي؟ قالت: والله ما عندي الا ذا البنت وفيها فشل كلوي. واجمع لها قيمة العملية ويطلع فلوسه من جيبه الشايب ويحدفها في حضن المرأة 50,000. قال: يا عيالي هذه مقدمة على الدنيا، وانا ما بقى من عمري كذا ما راح رجعوني السعودية. يا يبه يا ابوي ما يصير ذا الكلام، كيف تعبنا وشقانا ونبي عافيتك. قال: العافية عند الله، رجعوني بس. والله العظيم يا اخواني، والله العظيم هذه قالها لي ابو فواز عبد الرحمن بن حامد الشمري، موجود وان كان يشوفنا الان، وهو رجل من كل خير قريب وثري، وان شاء الله من اهل الخير واهل البذل. والله العظيم يرجع يقول انه من هالبقعه من حايل. يقول يوم رجع ودخلوا مع الحديثة قال: ابغى الدورة اجلكم والله. يقول وينطلق يمشي ما فيه الا العافية. يقول اقسم بالله انها اشتغلت الكلام. لا اله الا الله. انا موجود، وهذا الكلام ما هو بكلام اخر ليل، كلام حقيقي ومثبت عني انا عن الشيخ عبد الرحمن. الله اكبر. اقسم بالله. ليش؟ لانه عندما قدم هذا قدم من اجل الله. فاقول موتاكم داووا مرضاكم بالصدقة، اللي عنده مريض يقدم لهذا الوقت، لعل الله جل وعز من فوق 7 سماوات. يا اخواني الله كريم، الله عظيم، الله حليم، يراك تقدم ويتركك. معاذ الله، انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الله. انت ظن بالله ويخيبك، والله ما يخيبك. وانا عند بشتي ماني برافع عليه، تبشرونا باكتمال الله يرفع قدرك ويعزك ويجزاك عنا خير. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصائب